السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين يا أجمل وأغلى اخوات في الدنيا. رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة دايما يا رب العالمين. فيديو النهاردة مميز جدا جدا، ان شاء الله هنعمل كحك العيد دايب، حاجة تشرف قدام اي حد. واوعدك لو اول مرة تعمليه من اول مرة هيبقى تبارك الله معاكي زي الفل. هقول ادق التفاصيل وهيبقى معاكي زي الفل بالظبط. هنقول مقاديرنا بالكوباية والجرام والمعلقة، غير ان احنا هنعرف التسوية والمشاكل اللي ممكن تواجهك وانتي بتسوي الكحك. ان شاء الله هنقول معلومات كتير جدا واحنا شغالين مع بعض، احتمال تكوني اول مرة تعرفيها. من الاخر هنعمل احلى كحك ممكن تعمليه ويشرفك قدام حبايبك. اهم حاجة نتابع الفيديو للاخر وما ننساش اللايك ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة انا معايا ملبن، معايا قطعتين كده حوالي ربع كيلو. هحط عليهم معلقة من السمسم ومعلقة من السمنة، وهبدأ ان انا افضل افركهم كتير جدا بحيث ان هم ينعموا خالص. لو عايزة تحطي مكسرات مجروشة تقدري ان انت تضيفيها على الملبن وتقدري تستغني عنها خالص، مفيش اي مشكلة. لو فستق او بندق عين جمال المتوفر عندك اطحنيه في المطحنة وتقدري تحطيه على الملبن. بس انا النهاردة عايزة حاجاتي كلها تبقى بسيطة وموجودة في اي بيت، ونقدر طبعا نحط او نستغنى عنها براحتها. هنبدأ ان احنا نشكل الملبن. اهم حاجة تختاري نوع كويس جدا من الملبن، ونبدأ ان احنا نشكله صغير مش كبير، قد البلية الصغيرة كده. هنبدأ في اول حاجة وهي هنجيب ربع كوباية من المية، مش هنكتر عن ربع كوباية من المية، ومعلقة من الخميرة ما تكونش مليانة قوي، تبقى ممسوحة، و3 معالق من السكر. في الوقت ده هنختبر الخميرة بتاعتنا نشوفها شغالة ولا لا، وما تحاوليش تكتري من الخميرة، وهقولك ليه برضو واحنا مكملين مع بعض. لو الخميرة بتاعتنا عليت كده واتنشطت شوية تبقى تمام، لو مش نشطة بلاش منها خالص ونتخلص منها. انا معايا هنا كيلو من الدقيق، انا جبت دقيق صالح لجميع الاغراض، ما جبتش دقيق بتاع الكحك المخصوص. هنتكلم عن انواع الدقيق اللي ممكن تستخدميها واحنا شغالين ان شاء الله. الاضافات اللي احنا هنضيفها على الدقيق: نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك بتيجي من عند العطار، حوالي 4 جرام مش اكتر، وتقدري ان انت تستغني عنها لو هي مش متوفرة عندك او تستبدليها بالمحلب، هتكون برضو معلقة صغيرة. فما تكتريش منها علشان ما تمررش معاكي بعد كده، علشان لو قلتي هتخلي ريحة الكحك حلوة لا هتقلب معاكي بنتيجة عكسية. فنص معلقة صغيرة كويس جدا. السمنة دي سمنة بلدي اللي هي البقري اللي هي بيبقى لونها اصفر، فتقدري تستخدمي السمنة العادية او المخلوطة المتوفر عندك، تقدري تستخدميه وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي وبتبقى كويسة جدا. طيب وزنها قد ايه؟ وزنها 600 جرام. بنعاير السمنة وهي في درجة حرارة الغرفة علشان تقدري تملي الكوباية كويس. طيب وزنها قد ايه؟ وزنها 600 جرام. بنعاير السمنة وهي في درجة حرارة الغرفة علشان تقدري تملي الكوباية كويس. في الوقت ده مشغلين النار على السمنة علشان تقدح كويس. احنا هنعمل النهاردة الكحك المقدوح، تطلع بخار بسيط وتعمل رغاوي كده، هي كده تمام ومظبوطة معايا بالظبط. فخلي بالكم لو جنبكم اطفال، اللهم اجرنا من النار. ففي الوقت ده انا حمرت معلقة من السمسم، وبدأت ان انا احطه بمعلقة من السمنة. هبدأ ان انا احط السمنة على الدقيق وتعمل فوران بالشكل ده، فانا هقلبها في الوقت ده. التقليب زي نظام البس بتاع الدقيق، فحاولي على قد ما تقدري ان انتي تعجني في بايركس او الستيل، وابعدي عن الاطباق البلاستيك، واوعي تحطي ايدك في الوقت ده علشان بتكون سخنة جدا جدا. زي ما قلت انا فضيت اخر شوية محطوطين في الحاجة اللي معايا، كان في معلقة من السمنة كده حطيتها. فهنقلب كويس جدا بحيث ان احنا نخلي الدقيق كله متغلف بالسمنة. فالسمنة ما تزوديش عن 600 جرام كويس جدا. لو حابة تاكلي كعك دايب فيكون 600 جرام من السمنة، ولو عايزاه خشن شوية حطي 500 جرام من السمنة على الدقيق، نص كيلو. انا في الوقت ده حطيت الخميرة
اللي انا كنت مخمراها مع الميه، ربع كوبايه الميه. فبدات ان انا احطهم على بعض. طبعا ما حطيتهمش على الدقيق غير ما حسيت ان العجينه بدات تبقى دافيه شويه، مش وهي سخنه خالص. هتقولي لي ما حطيتيش بيكنج باودر ليه؟ هقولك ملهوش اي لازمه. طالما انت حاطه شويه من الخميره خلاص. هتقولي لي احط الاتنين مع بعض؟ هقولك والله ملوه اي لازمه. فانا هفضل اضيف الميه بالتدريج، واحاول ان انا معجنش، احاول ان انا افروله كده بايديا بس، لان الكعك ما ينفعش ان احنا نعجنه خالص. فمستحيل ان انتي تعجني ابدا وتدي بوكسات كده في قلب الكحك ابدا. بنقلب بس حاجة بسيطة كده. فانا في الوقت ده ضفت نص كوباية من المية بس، هياخد معايا اكتر من كده شوية. واحدة واحدة بنختبر العجينة، ونحتاجت مية تاني بنحط. فلو لقيتيها شققت شوية فهي محتاجة في الوقت ده، شققت معايا شوية، فانا هضيف كمان شوية من المية. وحاولي ان انتي تضيفي المية زي ما قلتلكوا بالتدريج علشان الكحك ما ينشفش معانا. ونقلب بنفس الشكل ده كده. طيب ايه الفرق بين المية واللبن؟ اول حاجة مفيش اي فرق في الطعم نهائي. اي كيلو دقيق ايا كان نوعه ما بياخدش اكتر من كوباية مية او كوباية لبن. زي ما قلنا ده ما يختلفش عن ده، اللبن زي المية ما بيفرقش خالص معانا. فكل ما باجي اختبر العجينة والاقيها لو مشققة بحط لها كمان نقطتين مية زي ما قلنا بالتدريج. ولو لقيتها كويسة خلاص هبدأ ان انا اختبرها كده بالمنقاش او بالبصامة الموجود عندك. وان المنقاش ما نتش فيها كده اعرفي ان هي تمام وما شققتش، يبقى تمام خلاص كده العجينة بقت كويسة جدا. ففي حاجة مهمة، كل ما الكحك يبقى دايب معاكي وناعم خالص بيبقى صعب جدا ان انتي تشكليه. الرسمة بتاعته بتبقى بتدوب منك وما بتبانش خالص لما بتخرجيه من الفرن، لانه دايب جدا جدا جدا. فاحنا كده خلاص. كل العجين انا قطعته بالشكل ده، انا ما بكبروش ولا بصغره عن كده، قد الليمونه الوسط. لو عايزه تكبريه شويه طبعا براحتك، ولو تصغريه برضو براحتك. فانا بدات اكوره كده لان انا لوحدي فيبقى جاهز معايا على طول، وبدات ان انا انقش فيه. لو معاكي طبعا حد بيساعدك هتسيبيه يخمر شويه. لو مش معاكي حد يساعدك زي كده مثلا، بعد ما تخلصي الكميه بتاعتك على طول تسوي في الفرن على طول. فانا خلاص شمعت كل العجين تقطيع. هبدأ ان انا اخد الكور بتاعتنا ندمجها كويس جدا، وناخد الحشوة بتاعتنا ونقفل عليها بتاعة الملبن، ونبدأ ان احنا نكورها كده. تعالوا بقى نتكلم عن انواع الدقيق. في دوبيلا، وفي السنبلة اللي هي سنبلة الفرات، وعندك الضحى والطحان. اللهم صل على سيدنا محمد. عندك النصر والزعيم كويس جدا. في انواع كتير موجودة غير دوبيلا والضحى تقدري ان انت تستخدميهم. الكوثر حلو جدا كمان. ولو عندك دقيق العادي الغلة العلامة الاولى تقدري طبعا تستخدميه، مفيش اي مشكلة، بس لو متأكدة ان هي مش بتسيح وبتستقبل السمنة بتاعتها عادي. تمام.